أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحكاية جديدة وحكاوي المونديال. النهاردة في 4 لقاءات هتقام في المرحلة الثالثة من دوري المجموعات. لقاءات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى النهاردة في لقاء المنتخب القطري هيلعب مع منتخب هولندا، ومنتخب السنغال هيلعب مع منتخب الإكوادور. مباراتين مهمتين ل3 فرق في المجموعة. منتخب هولندا بيتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويجي معاه منتخب الإكوادور برصيد 4 نقاط برضو، ومنتخب السنغال عنده 3 نقط من فوز وهزيمة. منتخب قطر فقد كل حظوظه في الصعود إلى دور ال16. المنتخب القطري طبعا زي ما احنا عارفين، للأسف كنا عاقدين آمال كبيرة على أن المنتخب القطري في مجموعته يكون أحد المرشحين الصعود لدور ال16، لكن المنتخب القطري خيب امال كل الجماهير بكل اسف. مستواه بالنسبه للثلاث فرق اللي موجوده معاه في المجموعه اضعف او اقل، وده اللي كنا احنا مش بنتمناه ومش كنا عايزينه. وكنا عايزين او بنتمنى منتخب قطر يكون احد المرشحين للصعود، لكن المنتخب القطري فشل في اي انتصار في لقاءين من لقاءات المجموعه اللي لعبها مع منتخب الاكوادور، اللي كلنا كنا معتقدين ان منتخب الاكوادور هيكون هو حصاله المجموعه. لكن فاجئنا المنتخب الاكوادوري بنجمه الكبير فالنسيا، واحد من هدافي كاس العالم حتى الان، برصيد 3 اهداف. هو كمان سجل هدف في لقاء قطر ثالث، بس كان اوفسايد او اتحسب تسلل. منتخب السنغال فريق قوي، مباراته مع الاكوادور هتكون ضرب نار. هيكونوا الفرقتين في مباراه اشبه بالنهائي. منتخب هولندا عنده مباراه الى حد ما سهله نسبيا لفارق المستوى بين المنتخب الهولندي ومنتخب قطر. انه المنتخب الهولندي متوقع ان هو يحقق انتصار ويفوز بلقاء الليله ان شاء الله، لانه هو حظوظه اكتر، والفروقات الفنيه والمهاريه والخبرات واللعب في منتخب هولندا اعلى. فهنشوف مباراه قد تكون المنتخب القطري ما عندوش اي ضغوط فهيلعب للشهره. ممكن يكون المنتخب الهولندي مضغوط، ممكن يكسب المنتخب الهولندي. انا اتوقع انه هيكسب، بس هيكسب 1-0 او 2-1، بس هو في الاخر هيفوز بنقط اللقاء وهيصعد لدور ال16. المجموعه الثانيه مجموعه ايران وامريكا وويلز وانجلترا. المجموعه دي برضو متوقع فيها صعود منتخب انجلترا كرأس مجموعه، وبيتنافس على البطاقه الثانيه منتخب ايران ومنتخب امريكا ومنتخب ويلز. لكن حظوظ المنتخب الويلزي ضعيفه في الصعود الى دور 16، لكن كل شيء وارد لان منتخب ويلز عقده من عقد منتخب انجلترا. يعني المنتخب الويلزي ده ديربي بريطانيا بمعنى اصح. مباراه انجلترا وويلز ده ديربي بريطانيا، لان دوله ويلز تحت الحكم البريطاني الملكي. فطبعا منتخب ويلز هيلعب المباراه وكله امال انه يحقق انتصار. منتخب انجلترا هيواجه نفس ظروف ويمكن اكتر هولندا في المجموعه الاولى، انه هيقابل فريق مش سهل المراس او الفوز عليه. مباراه انا اتوقعها لصالح منتخب انجلترا لسابق الخبرات في كاس العالم، لما يتمتع به المنتخب الانجليزي من لعيبه بتلعب في اقوى دوري في العالم. فالعادي جدا جدا ان المنتخب الانجليزي يفوز كام بقى، 2 3 1-0 2-1، لكنه هيحصل في النهايه على الثلاث نقط. المباراه الثانيه مباراه رياضيه اشبه بالسياسيه، مباراه ايران مع امريكا. مباراه الفائز فيها صاعد الى دور ال16. انا شايف انه انجلترا بعد تفوقها على ويلز هيكون الفرقه الثانيه اللي هتكون معاه في دور ال16 اما ايران واما امريكا. امريكا عندها نقطتين من تعادل مع ويلز وتعادل مع انجلترا، وانجلترا عندها 4 بونت. ايران عندها 3 بونت. تعادل يكفيها للصعود ايران، والفوز يصعدها كمان. فهنشوف النهارده كمان اقل من ساعه بالظبط
مباراتين او 4 لقاءات، لقاء هيكون بعد ساعه، ولقاء السهره الساعه 10 بالليل، او لقاءين المجموعه الثانيه الساعه 10 بالليل. المباراه النهارده هتكون كل الماتشات في نفس التوقيت، ماتشات المجموعه نفسها، يعني المجموعه الاولى هيلعبوا ماتشين في نفس التوقيت عشان ما حدش يفوت ماتش الحد. المجموعه الثانيه هيتلعبوا الماتشين برضو في نفس التوقيت الساعه 10. فهنشوف 4 لقاءات، يعني احنا هنتفرج على ماتش قطر وهولندا، وفي نفس الوقت هنتفرج على ماتش السنغال والاكوادور، فمش عارفين نجيب الماتش ده ولا نجيب الماتش ده. فهنقعد بقى 10 دقائق هنا، ربع ساعه هنا، 10 دقائق هنا، وهكذا. مباراه الاكوادور والسنغال بالنسبه لي مهمه، لان المباراه على الصعود لدور 16. مباراه قطر هتابعها على استحياء، لان فقد المنتخب القطري حظوظه في الصعود. فانا هشوف مباراه اقوى، اللي هي مباراه السنغال ومباراه الاكوادور طبعا بالتاكيد. بالنسبه لمباراه انجلترا ومباراه ويلز، مباراه ديربي. دي المشكله، ان انا عايز اتابع ايران وامريكا، بس في نفس الوقت انا عايز اشوف المنتخب الانجليزي مع منتخب ويلز هيعملوا ايه في الديربي. فالنهارده هيكون يوم كده في حلويات في الكوره، في تنافس، هيكون في لعب، هيكون في اهداف، هيكون في اهداف ان شاء الله اكيد. هنشوف ماتشات النهارده كويسه جدا جدا. انا امبارح كلمتكم عن مباراه البرتغال ومباراه اورجواي، ان انا هعمل فيديو، بس ما قدرتش اعمل فيديو امبارح او النهارده واتكلم عن الماتش. بس الماتش كان جميل جدا جدا، وفي نبذه سريعه عن المنتخب البرتغالي. كان مسيطر على الماتش، على المباراه، وعنده لعيبه بيلعبوا في المنطقه الاماميه زي فرناندو سيلفا وجو رافائيل، جو فيليكس، وفي كمان في الامام راس حربه كان كريستيانو. منتخب الاورجواي كان عنده في الهجوم عنده كافالي، ونزل لعب معاهم كمان سواريز في ربع ساعه الاخيره من المباراه، وعنده لاعب في نص الملعب بيلعب في ريال مدريد فالفيردي. فمنتخب بيتمتع بنجوم كبار، وشفنا مباراه كبيره جدا امبارح ما بين البرتغال وبين الاورجواي. كان المنتخب البرتغالي اقوى في الهجوم، وكان استحواذ عنده اعلى، وكان مسيطر على نص الملعب، وكان عنده وبيلعب بالخطه الهجوميه الراس مثلث، جوا فيليكس مع كريستيانو، وفرنانديز كان تحت منهم، وبرناندو سيلفا كان بيزيد معاهم، لان عندهم في البرتغال 2 نص ملعب بيغطوا مع برناندو سيلفا في نص الملعب لما بيزيد ناحيه اليمين او ناحيه الشمال مع المهاجمين، عشان يعملوا رباعي هجومي 2 طرف، وكريستيانو رونالدو وكمان معاه جوا فيليكس. مباراه كانت كبيره، ومباراه كانت حلوه جدا. الاهداف سجل فرنانديز الهدف الاول، برونو فرنانديز سجل الهدف الاول في الدقيقه 54 من اللقاء، من عرضيه حصل جدال عليها انه مين اللي سجل الهدف، كريستيانو ولا فرنانديز، لان كريستيانو في العرضيه اللي اتلعبت على المرمى طلع بالكوره. وكل الصور اللي شفناها النهارده الصبح كانت بتقول ان كريستيانو رونالدو لمس الكوره معديه من على طرف شعره، يعني لمس الكوره بدماغه. بس السؤال هنا، هل مجرد لمس الكوره بدون ما تغير اتجاهها تتحسب للاعب لكريستيانو، ولا لازم اللاعب يكون لمس الكوره بجسمه مش بشعره؟ هو شايفين شعره حفت الكوره فيه وحس بيها هو، وقال امبارح بعد نهايه اللقاء انها لمستني الكوره قبل ما تخش في المرمى. لكن هي القصه انه الكوره ماشيه بنفس قوتها وما غيرش اتجاهها. فهل ان كريستيانو لمجرد ان هو الكوره تعدي من على شعره بس كده هي تحتسب لكريستيانو، ولا بتروح لفرنانديز؟ جدال كبير. وسمعنا كمان ان البرتغال قدم شكوى للفيفا ان الهدف باسم كريستيانو رونالدو. الهدف الثاني كان كريستيانو رونالدو خرج في احداث اللقاء، حصل تبديل وخرج المدير الفني كريستيانو رونالدو، وبعدين نزل يعني بعد ما خرج في احداث اللقاء وهجمه من فرنانديز داخل منطقه جزاء المنتخب الاورجواني. فطبعا حصل لمس يد من مدافع منتخب اورجواي، طبعا حصل عليها جدال ما بين انها تتحسب او ما تتحسبش. في ناس قالت لا الكره ما تتحسبش، لان الراجل بيقع على الارض فلازم يسند على الارض عشان يقدر ما يتعورش او ما يتصابش. فالكره صدفه جت في ايده، ممكن يكون اللاعب نفسه وهو بيقع شاف الكره بتعدي فنزل ايده على اساس ان هو بيسند، يعني في ممكن فيها صياعه من المدافع. فالحكم في النهايه حسبها ضربه جزاء، وفرنانديز سدد ضربه الجزاء ودخل وسددها واحرز هدف رائع جدا انتصر بيه منتخب البرتغال على منتخب الاورجواي.
واصبح منتخب البرتغال ثالث منتخب يصعد الى دور ال 16 بعد منتخب فرنسا طبعا ومنتخب البرازيل. منتخب فرنسا ومنتخب البرازيل امتعونا وطبعا استحقوا الصعود بعد الفوز في اول لقاءين من مجموعه كل منتخب منهم. هنشوف مباريات جميله، مباريات رائعه في المرحله الثالثه والاخيره من المرحله الاخيره من الجوله الثالثه في دوري المجموعات. تابعونا مع حكاوي المونديال بعد مباريات النهارده ان شاء الله او بعد مباراه الليله، حلقه جديده وحكاوي المونديال هنقول لكم على اجمل واحلى والطف ما وجد في كاس العالم، مباراه كاس العالم في قطر 2022. حكاوي المونديال تابعونا كل يوم مع حلقات جديده عن تحليل وتفصيل وشرح ما حدث في اللقاءات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.